يا سامع ما تجيبش سيرتي انا وبركات، وخليك في الزمالك بتاعك اللي واقع تديك. يا عم اسامه ولا ابعد ناس يخطفوك. واحد تديك. واحد تديك. واحد تديك. في نقطة عايز اسألها لأبو تريكة. استنى بس اقول لك على جمهور الاسماعيلي بيقول ايه مثلا، الزعل مثلا ليه؟ بيقول ابو تريكة انا عايز وهو يبين للناس النقطة دي، انا مش عايز حد يزعل منه، الناس كلها بتحبه، اللي هو دايما يقول لك حسن بيقع بيمثل مش عارف ايه، فالكلام ده انت ترد تقول ايه؟ انا عاوز من ده. لا بجد والله بجد. لا انا قلت انا يعني بيبقى احساس ان احساسك في الملعب غير الاحساس بره الملعب او مسيطر كده عنه. طب دي ابو تريكة شطارة ولا؟ لا مش شطاره، ده غش. يعني الناس ليها حق تزعل. بطلت خلاص. الناس لا الناس ليها حق تزعل. كل واحد اخطا لازم يعتذر عن خطأه. بس يعني ده غش. يعني الناس ليها حق تزعل. بطلت خلاص. الناس لا ده غش. ده غش. وشده الفانيلا بتاعه عزيز، نوقف كده، ادي ايد ابو تريكة واضح جدا انها شده الفانيلا بتاعه عزيز، شايفين؟ وشايفين ايضا عزيز شادد ابو تريكة. ما دام في شد من كلا الطرفين يبقى قرار فهيم عمر بعدم احتساب ضربه جزاء قرار صحيح جدا، لان الاثنين بيشدوا، احسب فاول على مين ولا مين، مشى اللعب، وكان قرار صحيح من فهيم عمر، على الرغم من ابو تريكة طالب باحتساب ضربه جزاء له، ولكن لا مش شطاره، ده غش. يعني الناس ليها حق تزعل. بطلت خلاص. النهاية قد تتغير الأمور، تتغير الأحداث. أدي أمامنا الكرة البينية وملعوبة، وهناك تدخل وهناك لمسة يد أمامنا. نشوف حكم اللقاء يدي إنذار أمامنا لمحمد أبو تريكة، لمسة يد على أبو تريكة. وادي أمامنا المحاولة من محمد أبو تريكة والمساعد هناك، والحوار ما زال مستمر، والحكم كوليبالي أمامنا في هذه اللقطة. هذه أمامنا المساعد على فكرة دخل على ركلة جزاء، الحكم مدي إنذار على لمسة يد، لكن الكلام اللي يمشي كلام الحكم اللقاء في هذه اللقطة. انذار لمحمد ابو تريكة. الراجل ده جري على جوه على فكرة، المساعد ده جري على جوه، جري على ان في هناك ركله جزاء. نشوف الاعاده مره ثانيه، ادي الكره البينيه ملعوبه حلوه جدا، شوف المسكه هنا وبعدين سابه، مسكوا في الاول، ادي امامنا اهو في هذه اللقطه. شوف الايد اليمين امامنا اهو اللي رفعها دي بيعلن فيها البراءه معتصم سالم، والايد برده الشمال بتاعه محمد ابو تريكة في هذه اللقطه. حاول بقى يلحق بالكره، حاول. فهذه امامنا المساعد على فكره دخل على ركله جزاء، الحكم مدي انذار على لمسه هذه اللقطه. حاول بقى يلحق بالكره، حاول. لا مش شطاره، ده غش. يعني الناس ليها حق تزعل. بطلت خلاص. وجهه نظري الشخصيه منطقي، وادي فرصه مره ثانيه، وابو تريكة عايز يعمل مرور ولكن يقع على الارض بدون اخطاء. كارت اصفر. بدأت تتوالى الكروت، وادي اللقطة والمحاولة المرور من محمد ابو تريكة، ولكن حط جسمه حازم فتحي. لا مش شطاره، ده غش. وهنشوف على طول ابو تريكة بيرقص وعاوز ياخد فاول وخدوي كده يعني، هو بصوا فاول مصري بيتحسب عندنا الفاول ده، انما بيضحك الراجل يقول نط، انما بيضحك اختيار محمد كمال ريشة لتحكيم هذا اللقاء هو الخطأ بعينه، هو عدم الصواب بعينه،
وبحمل لجنه الحكام هذا القرار، لانه دي اخر مباراه في تاريخ محمد كمال ريشه. انا مش فاهم يعني ايه السبب. لازم نكون امنا انه هدف الاهلي الاول فاول واضح على محمد ابو تريكه، في دفعه للمدافع احمد ابو مصطفى، في صفاره طلعت من ريشه وبعدين الصفاره طولت بعد كده صفاره هدف، ودي كانت لا لا مش شطاره، ده غش. يعني الناس ليها حق تتعب. بطلت خلاص. لا لا مش شطاره، ده غش.